الله يبارك فيك، الشرف لي. فرصه في كاس العالم نتعرف على امثال اغراض المواد الغذائيه، فتوجهت واخطات في دخول احد المجالس القطريين وقلت لهم اني اريد يعني مكان للمواد الغذائيه، فنهضوا كلهم واقترح البعض الدخول عنده المنزل، واقترح البعض اخر ان يرافقني الى المكان البقاله او الحانوت بالمغربي. فوصل معي الى هنا واشتريت، والان ساعود معه وستتابعون تقريبا حديثي معه. شكرا ومعذرة على التأخير. لا ما فيش اخير. قلت لك في كأس العالم فرصة للتعرف على المجتمع القطري. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو يوسف. ابو يوسف الصوره كالتالي، انتم ايش فيكم متشوشين على الفي في اي بي اللي هم الشخصيات يعني الحديث او صورة؟ لا صوره بحط الكاميرا عليك بس بسألك. مرحب. ما انطباعك عن لا مرحب، هذا شرف لي. ما ادري ليش ما يلف هذا طلب جميل من القطري انه يعرف راي مغربي او اجنبي عن لا انت مش اجنبي والله، انت العرب كلهم اهل بلد. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك سيدي. شيخنا تعرفنا باسمك لو تفضل. انا منصف اليازغي، اعلامي ودكتور باحث في السياسات الرياضيه من المملكه المغربيه، بالضبط العاصمه المغربيه الرباط. شرفتونا في قطر. الله يبارك فيك، الشرف لي. فرصه في كاس العالم نتعرف على امثالكم. طبيعه الحال. سؤال، ما هو انطباعك عن الدول سواء في الايجابيات او السلبيات؟ تكلم باريحيه. مرحبا. اولا قطر اول مره زرت دول كثيره في اسيا وافريقيا واوروبا، ولاول مره تتاح لي فرصه زياره قطر بمناسبه كاس العالم. صراحه كاس العالم كانت فرصه للمجتمع الدولي وللزوار لمعرفه قطر على حقيقتها. اولا ما انجزته من انجازات ربما هي شرف لكل الدول العربيه والاسلاميه، هذه نقطه. ثانيا وان كان هناك تحفظ من بعض القطريين من اجل تنظيم المونديال بحكم انه مجتمع يريد ان يبقى يعني محافظ، فهي فرصه للمجتمع الدولي من اجل ان يعرف قطر على حقيقتها من خلال انجازاتها ومن خلال تقاليدها ومن خلال ادب سكانها. انا الان اقول لكم كنت تايه ابحث عن مكان بقاله او حانوت او سوبر ماركت، ودخلت بالصدفه عند الاخ، يعني بالصدفه اقتحمت مجلسهم بدون قصد، واعتذرت وطلبت منهم مكان البقاله، فقال لي بانه بعيده شويه، فاخذني بسيارته الى غايه المحل، وهذا امر لا اجده في جميع الدول، هذا كرم فوق العاده. واقول بانه الدول المشاركه هنا المنتخبات وجدت نفسها مدلعه، بهذا المعنى المصري مدلعه هنا في قطر، كل شيء موجود، كل شيء متاح، وهذا ليس فيه مبالغه او يعني مدح مجاني فقط لانك بجانبي، فاقول هذا حتى في مراسلتي وحتى في كل شيء. الله يعطيكم الصحه. شكرا لك وجزاك الله خير على حسن الظن. عمرك زرت المغرب؟ ان شاء الله نزورها قريب ان شاء الله. الله يبارك، وبالتوفيق للمنتخب قطر ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم وتحيه للمواد الغذائيه. فتوجهت واخطات في دخول احد المجالس القطريين وقلت لهم اني اريد يعني مكان للمواد الغذائيه، فنهضوا كلهم واقترح البعض الدخول عنده المنزل، واقترح البعض اخر ان يرافقني الى المكان البقاله او الحانوت بالمغربي. فوصل معي الى هنا واشتريت، والان ساعود معه وستتابعون تقريبا حديثي معه. قلت لك في كاس العالم فرصه للتعرف على المجتمع القطري. يا مرحبا يا ابو يوسف. ابو يوسف الصوره كالتالي، انتم ايش فيكم متشوشين على الفي في اي بي اللي هم الشخصيات يعني الحديث او صوره؟ لا صوره بحط الكاميرا عليك بس بسألك. مرحب. ما انطباعك عن لا مرحب، هذا شرف لي. ما ادري ليش ما يلف هذا طلب جميل من القطري انه يعرف راي مغربي او اجنبي عن لا انت مش اجنبي والله، انت العرب كلهم اهل بلد. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك سيدي. شيخنا تعرفنا باسمك لو تفضل. انا منصف اليازغي، اعلامي ودكتور باحث في السياسات الرياضيه من المملكه المغربيه، بالضبط العاصمه المغربيه الرباط.
شرفتونا في قطر. الله يبارك فيك، الشرف لي. فرصه في كاس العالم نتعرف على امثالكم. طبيعة الحال، طبيعة الحال. سؤال، ما هو انطباعك عن الدول سواء في الايجابيات او السلبيات؟ تكلم باريحيه. مرحبا. اولا قطر اول مره ازورها، زرت دول كثيره في اسيا وافريقيا واوروبا، ولاول مره تتاح لي فرصه زياره قطر بمناسبه كاس العالم. صراحه كاس العالم كانت فرصه للمجتمع الدولي وللزوار لمعرفه قطر على حقيقتها. اولا ما انجزته من انجازات ربما هي شرف لكل الدول العربيه والاسلاميه، هذه نقطه. ثانيا وان كان هناك تحفظ من بعض القطريين من اجل تنظيم المونديال بحكم انه مجتمع يريد ان يبقى يعني محافظ، فهي فرصه للمجتمع الدولي من اجل ان يعرف قطر على حقيقتها من خلال انجازاتها ومن خلال تقاليدها ومن خلال ادب سكانها. انا الان اقول لكم كنت تايه ابحث عن مكان بقاله او حانوت او سوبر ماركت، ودخلت بالصدفه عند الاخ، يعني بالصدفه اقتحمت مجلسهم بدون قصد، واعتذرت وطلبت منهم مكان البقاله، فقال لي بانه بعيده شويه، فاخذني بسيارته الى غايه المحل، وهذا امر لا اجده في جميع الدول، هذا كرم فوق العاده. واقول بانه الدول المشاركه هنا المنتخبات وجدت نفسها مدلعه بهذا المعنى المصري، مدلعه هنا في قطر، كل شيء موجود، كل شيء متاح، وهذا ليس فيه مبالغه او يعني مدح مجاني فقط لانك بجانبي، فاقول هذا حتى في مراسلتي وحتى في كل شيء. الله يعطيكم الصحه. شكرا لك وجزاك الله خير على حسن الظن. عمرك زرت المغرب؟ ان شاء الله نزورها قريب ان شاء الله. الله يبارك، وبالتوفيق لمنتخب قطر ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم وتحيه لكم من